تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا، وأنا أسمع معاكم في نودي وأسمع. بستنى دايما تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم وطلباتكم. ده بيخليني أعرفكم أكتر وكمان بيعرفكم بينا أكتر ويخلي حبل التواصل بينا وبينكم دايما واصل. النهاردة هنعمل وصفة كفتة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في كل بيت، وهنعملها سندوتشات طعمها لا يقاوم من غير أي صوصات غالية ومكلفة، وطعمها مميز جدا وخفيف. المكونات: كيلو ونص من اللحمة المفرومة، 4 حبات بصل مبشورين ناعم، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وزيها من الكزبرة والحبهان، كالعادة بطحنهم مع بعض، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل، ومعلقة كبيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من البابريكا، وكمان الكاري، رشة من جوز الطيب، وممكن نضيف أي توابل احنا بنحبها ومتعودين عليها في الكفتة، فنضيف الحاجات اللي احنا بنحبها. ولو التزمتوا بالتوابل دي بس هتديكم ريحة حلوة قوي وطعم أحلى. نص كيلو من الطماطم متقطعة حلقات. الخطوات: نضيف البصل والتوابل على اللحمة، نقلبهم كويس علشان نضمن ان البصل والتوابل يتوزعوا على كمية اللحمة كويس. بعد كده عندنا اختيارين: يا اما نعجنها بايدينا كويس او نفرمها في الكبة علشان يبقى عندنا قوام ناعم ومتجانس مع بعضه. بعد تجهيز خلطة الكفتة هنقفلها ونحطها في التلاجة ترتاح كده لمدة ساعة أو أكتر، ولو مستعجلين ممكن نبدأ نشتغل فيها على طول. دي الكفتة بعد ما ريحتها ساعتين في التلاجة. هبدأ أشكلها. نجهز طبق مدهون بمسحة خفيفة جدا من الزيت، وأدهن إيديا بمسحة زيت برضو علشان التشكيل يكون سهل. نشكل الكفتة بالأحجام اللي عايزينها، ونراعي إنها هتكش شوية أثناء التسوية، فالأفضل نكبرها شوية. بعد التشكيل هبدأ أحمر الكفتة في طاسة سخنة فيها كمية بسيطة من الزيت. ننزل بالكفتة، أول ما تاخد لون حلو من تحت نقلبها بقى على باقي الجوانب، ونقلب كمان جوانب الطاسة علشان لو سبناها هتكون طبقات وتتحرق مننا. هننقل الكفتة بعد ما اتحمرت في طبق تاني، ونكمل بقى باقي تحمير الكفتة بنفس الطريقة. كده خلصنا كل كمية الكفتة. بحطها في الطبق ومعاها الزيت بتاعها لأنه مهم جدا في التسوية. في نفس الطاسة اللي حمرنا فيها الكفتة نرص حلقات الطماطم، ونضيف كمان كمية المية اللي نزلت منها. بعد كده نرص وحدات الكفتة على الطماطم، ونضيف آخر حاجة وهي زيت التحمير. وزي ما قلت إضافة مهمة جدا لأنه هيساعد على تسوية الطماطم وتكوين صوص غني جدا وطعمه مميز. هنقفل الطاسة بإحكام بورقة زبدة علشان نحافظ على البخار بتاعها، وبعدها نغطيها بأي غطا يكون مناسب، ونسيبها على نار هادية لمدة ساعة أو ساعة ونص. مدة التسوية هتفرق على حسب الكمية اللي هنسويها سواء الكفتة أو الطماطم. خلال التسوية الطماطم هتنزل سوائلها، وبعدها هتتسبك وتتحول لصوص مركز، والكفتة كمان هتكون استوت. جنب الكفتة حمرنا شوية فلفل حراق في زيت خفيف جدا وعلى نار هادية علشان يدبل وياخد لون حلو، ورشينا عليه شوية ملح، وده هيكون بقى إضافة حلوة قوي للساندوتشات بتاعتنا.
ادي الكفتة بعد التسوية. نرفع بقى ورقة الزبدة، وده الصوص بتاع الطماطم، بيبقى طعمه حلو قوي ومثالي جدا لتحضير السندوتشات بتاعتنا. وجهزنا كمان سلطة خفيفة من شرايح البصل والخيار والبقدونس، وتبلناها بالملح ورشة خفيفة من الفلفل وعصرة ليمونة وزيت. والسلطة دي بقى هتليق قوي مع نكهات الكفتة. دلوقتي نحضر السندوتشات بتاعتنا. نجيب العيش ونوزع عليه بقى شوية من صوص الطماطم، وبعدين نحط وحدات الكفتة وبعدها الفلفل الحراق، واخر حاجة شوية من الخضار بتاعنا. هنقفل السندوتشات، بعدها نحمصه في طاسة او على الصاج تحميصة خفيفة. كده الساندوتش بتاعنا بقى جاهز مع السلطة والفلفل الحراق. خفيف جدا ومش محتاج اي صوصات اضافية تانية، وفي نفس الوقت غني ومشبع جدا وطعمه مميز قوي. ودي باقي كمية الساندوتشات. ممكن نقدمها بطريقة تانية، فنقدمها بقى بأي شكل وبأي طريقة تناسبنا وإحنا نكون بنحبها. جربوه وهستنى مشاركتكم وتعليقاتكم على تجربتكم مع الوصفة، واستنونا في وصفة جديدة في نوديو أسم، وبالهنا على قلوبكم.